السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء عاملة فيديو بتقول ان ظهرها انكسر، بعد الشر عليك يا رب يا مدام هناء. هي راحت عند ميسيو جانوك زي ما بتروح له على طول، بتعمل له حاجاته. جت هو طبعا قاعد على الفوتيه، فهو محتاج يروح على السرير. فمدام هناء ما كانش حد موجود تقريبا غير مدام هناء، فاضطرت ان هي تشيله وتحطه على السرير. طبعا جت تشيله مش قادرة، يعني هي مش قادرة برضك تشيله. هو راجل داخل على 100 سنة، أيوة فعلا، ورفيع وجسمه طبعا رفع خالص، ما بقاش زي زمان. بس برضك يا مدام هناء العظم بيبقى جامد، وعظم بيشيل، وخصوصا الناس الكبار دول انا عارفاهم رحمه الله عليه. والدي كان بردك كده، كان في نفس السن بتاع ميسي جان وكده. كنت تيجي تحركيه من مكانه، مفيش اخوات الصبيان يجي يحركوه، عايزين يشيلوه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، مثبت في الارض ويعني وبعدين عشان كان محن ظهره، محن بردك كده زي ميسي جان، وكان يضطروا ان هم يوطوا عشان يشيلوه. فكان يجي بعد ما يحطوه على السرير كان يحسوا ان ظهرهم بيتكسر. فامال انت واحده ست يا مدام هناء، لا ما ينفعش. كان مفروض تستني لما حد يجي، او ما يجي الاستاذ مصطفى. مهما كان الاستاذ مصطفى راجل هيقدر يشيله، يعني هيقدر يشيله. انت واحده ست مش هتقدري يا مدام هناء انك تشيليه. او كنت استنيتي الست اللي بتيجي تساعد ميسي جان، وده كنت شلتوه انتوا الاتنين مع بعض. لكن انت وحدك، انت لو صحتك راحت طب ايه؟ طب افرض اللي حصل لا قدر الله وانت بتشيليه كده، ديكي بتقولي ظهرك ورقبتك وكده. فما ينفعش اللي انت عملتيه ده يا مدام هناء. غير كده بتقولي كمان ان اولاد ميسي جانو عمرهم ما هيجولوا، عشان خاطر لو جولوا الدولة وعرفت مكانهم هتطالبهم ان هو يخش دار مسنين. وطبعا دار المسنين غالية 4000 يورو زي ما انت ما بتقولي. فهم عمرهم ما هيجوا ولا هيظهروا ولا هيبانوا، عشان ما يضطروش او الدولة تغصبهم ان هم يدفعوا 4000 يورو لوالدهم. وبتقولي اكيد هم عارفين، لان في عارفين هم اكيد كمان يا مدام هناء بيسمعوا الاخبار، او اكيد ممكن الله اعلم ممكن يكون بيشوفوا الفيديوهات وعارفين ان في مدام هناء، وعارفين ان في الاستاذ مصطفى، فرامين الحمل كله عليكم. وانت بتقولي ان في بلاغات بتروح لهم وفي اتصالات بتروح لهم، هم مطمنين ان هو في ايد امينه. بس برضك مهما كان ان واحد او اولاد يقعدوا كل السنين دي كلها ما يسالوش على ابوهم. يعني مهما كانت مدام هناء ولا الاستاذ مصطفى اغرب عنه، في حد في الدنيا يسيب والده ما يسالش عنه كل الفتره دي كلها، السنين دي كلها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله من بعد وفاة أبويا وأمي الاتنين رحمة الله عليهم في سنة واحدة، الاتنين توفوا. الواحد بيتمنى ان هم يرجعوا لو ساعة واحدة. وربنا يجازيكي كل خير انت والأستاذ مصطفى على اللي انت بتعملوه معايا مدام هناء. بس خدي برضك بالك من صحتك، لان ما في الصحة لما بتروح الصراحة ما فيش حاجة بعد الصحة، ولا المال ولا أي حاجة في الدنيا بتعوض الصحة. وانتي بناتك محتاجين لك، بناتك وإن شاء الله أحفادك محتاجين لك برضك يا رب يا مدام هناء. ربنا يجازيكي كل خير انت والأستاذ مصطفى على اللي انت بتعملوه مع ميسي جانا. نيجي بقى ندخل على الفيديو بتاع أبو زياد. أبو زياد الله يصبره، الله يصبره، الله يكون في عونه. عامل فيديوهين عشان عيد ميلاد ريماس وبيتكلم فيهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قاعد بيحتفل بعيد ميلاد ريماس لوحده، جايب زينة ومزوق البيت عنده ومعلق بلالين وجايب تورته وحاططها، وقاعد يحتفل بعيد ميلاد بنته اللي مش قادر حتى يكلمها في التليفون ويقول لها كل سنة وانت طيبة. يا دوب بيقدر يشوف ريماس واخواتها عن طريق التليفون، يتفرج على الفيديوهات بتاعتهم، لكن يكلمهم في التليفون لا، يسمع صوتهم
لا. يسمع كلمة بابا؟ لا. قاعد يكلم بنته ويفكرها بأيام زمان لما كانت المرحومة مامتها موجودة رحمة الله عليها، ربنا يرحمها برحمته يا رب. أيام ما كانوا بيخرجوا مع بعض زمان، لما يكون عيد ميلاد حد هي أو حد من إخواتها، وبيخرجوا كلهم يجيبوا هدايا عيد الميلاد. هو يعني أنا مش عارفة يا أبو زياد، هي ريماس دلوقتي التليفون بتاعها سامحين لها ان هي تشوف قناتك ولا لا؟ الله اعلم، الله اعلم. اصلا ولادك كلهم بيشوفوا الفيديوهات بتاعتك ولا لا؟ وخصوصا ريماس وتقريبا يوسف الصغيرين دول، الله اعلم بيشوفوا قنواتك ولا مش مسموح ان هم ينزلوا عندهم في القنوات بتاعتهم، الله اعلم. بس انا يعني نفسي افهم حاجه يا ابو زياد، مش في حاجه اسمها الرؤيه الشرعيه؟ القانون بيقول كده، سواء في الطلاق او في حاله الوفاه، سواء الاولاد مع الاب او مع الام او مع الجده، في حاجه اسمها الرؤيه الشرعيه، بتشوفهم مش عارفه مره في الاسبوع ولا مره كل اسبوعين. يعني انا مش فاهمه برضو لحد الان، يعني هم مش بينفذوا حكايه الرؤيه الشرعيه دي ولا ايه؟ يعني انا مستغربه لحد دلوقتي. يعني طب هم مثلا ما بيجوش في الميعاد بتاع الرؤيه الشرعيه؟ طب انت المفروض انت اكيد بتطالب ان انت تشوف اولادك، بس انا مش بفهم في القانون، فمش عارفه يعني ليه ما بيجوش الرؤيه الشرعيه عشان انت تشوفهم وتطمن عليهم. فانا ما بقول لك ربنا يصبرك يا ابو زياد، والله زعلت جدا وانت بتتكلم على رماس ودموعك نزلت غصب عنك. طبعا ده اولادك، يعني قهر الرجال، يعني ما بتشوف اولادك قدامك في الفيديوهات كده وانت مش قادر حتى تكلم حد ولا تمد ايدك تسلم عليهم ولا تاخدهم في حضنك ولا تقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. يعني ان الواحد يبقى اولاده محروم منهم ومش عارف حتى يقول لها كل سنة وانت طيبة، حتى في التليفون، حتى في التليفون مش قادر تقول لها كل سنة وانت طيبة يا بنتي، مش قادر حتى تسمع منها كلمة بابا حبيبي. فربنا يصبرك، ربنا يصبرك يا رب يا ابو زياد، وان شاء الله ان شاء الله عن قريب هيكونوا عندك وتحتفل بيهم وتعمل لهم احتفال كبير برجوعهم لحضنك ان شاء الله. مهما كانت الاولاد بتقسى على باباهم، بس في الاخر بيجي عليهم يوم وقلبهم بيحن وبيرجعوا لابوهم. ان شاء الله هنبارك لك قريب باذن الله يا ابو زياد برجوع اولادك ليهم وتحتفل وتعمل اكبر احتفال معاهم. على الفيديو بتاع جنان السورية، ربنا يصبر قلبك يا رب على فراق جوزك، بقاله سنة متوفي، فقاعدة بتفتكر الكلام اللي كان بينها وبين جوزها لما جات تفتح القناة، وهي فرحانة بقى لما فتحت القناة ووصلت ل100,000 مشترك. جوزها كان يعني بيقول لها مش هتتعرفي ولا تتشهري وعمرك ما هتجيبي 10,000 مشترك. اول ما جابت 10,000 مشترك بقت فرحانة جدا، وقالت لجوزها شوف وصلت لايه، 10,000 مشترك. كنت بتقولي عمرك ما هتوصلي لهم، ان شاء الله انا هوصل لل100,000 مشترك، وهفكرك بكرة افكرك لما اوصل لل100,000 مشترك. كان دايما بينتقدها، مش بينتقدها عشان يقلل منها، لا، عشان يطور منها. فكان دايما يقول لها عمرك ما هتوصلي، عمرك ما هتوصلي. في يوم بيقول لها، يعني لما بتقول له انا وصلت وكده لل10,000 وكده، قال لها يعني يعني مش بتشكريني ابدا؟ قالت له لا، هو انت بتعمل لي ايه؟ بس من جواها بتقول كنت بشكره لانه كان دايما واقف جنبي، بس ما قدرتلوش قدامه
ما شكرتهوش قدامه ولا قالت له انت واقف جنبي وسندي والكلام ده. فهي يا عيني زعلانه ان هي ما قالتلوش كده. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كان نفسها انها تشكره، بس زي اي زوجة يا جماعة، جوزها يقول لها ايه يعني انا ما وقفتش جنبك من جوه، تقول له لا انت ما وقفتش جنبي، بس هي من جواها متأكدة 1,000,000% ان هو وقف جنبها وساعدها. كان نفسها تشكره بس ما لحقتش يا عيني، ما لحقتش. تعب ومرض ودخل المستشفى وتوفاه الله وسابها هي والأولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دلوقتي بقاله سنة متوفي، بقاله سنة متوفي. حتى ليها بنت داخلة أمورة قوي، سمعت صوتها عمالة تقول للناس يا ريت تكملوا لنا، قربوا هم خلاص على 100,000، قربوا على 100,000، يا ريت تخشوا تشتركوا عشان نوصل لل100,000 ونعمل احتفال كبير جدا. طبعا كان نفسهم والدهم يكون معاهم ويحتفل معاه بال100,000 مشترك. ربنا يصبرهم، ربنا يصبرهم يا رب، ربنا يصبرك ويصبر أولادك، وإن شاء الله إن شاء الله هتوصلي لل100,000، ومن عارف يمكن توصلي كمان لل1,000,000. وربنا يبارك لك في أولادك ويخليكي ليهم كده يا رب. دايما بتقولي ان انت في قلبك الحزن مالي قلبك، بس بتطلعي في الفيديو تضحكي وتتكلمي عشان تصدري الطاقة الإيجابية للناس، عشان الناس مش ناقصين، كل واحد عنده مشاكله وكده. فكتر خيرك على اللي انت بتعمليه، وربنا يكبر بخاطرك انت وأولادك يا رب. ربنا يكبر بخاطرك انت واولادك يا رب، ويخليكي ليهم وتفرحي بيهم قريب، وربنا يصبرك على فراق جوزك يا حبيبتي. يلا بقى يا بنات عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.